ايه ده؟ ياه، انت لسه مستنيني كل ده؟ معلش اتاخرت عليك يا صديقي شويه. بس تعالى بقى اقول لك ابو تريكه عامل ايه في الموسم بتاع 2007. طيب بص بقى يا سيدي. ايه ده؟ طب استنى ثانيه وجاي لكم. بص بقى يا عم. تعالى كل معايا شويه جوفه، بص هنا. المهم دلوقتي تعالى بقى اقول لك ابو تريكه عامل ايه في الموسم ده. ابو تريكه خد الدوري المصري مع النادي الاهلي، وكانت المره الثالثه على التوالي ليه، وكان للنادي الاهلي. وكان جايب 7 اهداف مع انه كان مصاب في الموسم ده. يعني انا مش عارف، يعني ابو تريكه يعني كان كل موسم لازم يحط البصمه بتاعته يعني. آه. وخد ساعتها كاس مصر المره الثانيه على التوالي مع النادي الاهلي برضه، وكان هداف البطوله ب4 اهداف. تعال بقى يا سيدي اقول لك ابو تريكه عمل ايه في البطوله دي. وفي الجوله الثامنه في كاس مصر، ساعتها ابو تريكه لعب امام طلائع الجيش، وسجل هدف عالمي من دبل كيك، وانتهت المباراه ب 3-1. وبعديها لعبوا كام ماتشات، والحمد لله الاهلي تاهل الى النهائي عشان يقابل الزمالك. وفي النهائي يا سيدي ابو تريكه سجل هدف التعادل امام الزمالك، وانتهت المباراه بنتيجه 2-2، عشان كده يخشوا الوقت اضافي. فدخلنا وقت الاضافي والزمالك احرز الهدف الثالث ليه، بس على مين؟ ابو تريكه عمل اسيستين، وانتهت الماتش بفوز النادي الاهلي بكاس مصر. وكسب تريكا برضه مع النادي الاهلي كاس السوبر المصري قدام الاسماعيلي بركلات الترجيح. وللاسف تريكا مع النادي الاهلي السنه دي ما خدش دوري ابطال افريقيا بسبب انهم خسروا من النجم الساحلي التونسي، بالرغم ان ابو تريكا ساعتها في الموسم ده كان جايب 4 اهداف في افريقيا، وبكده يصل الى 15 هدف كتوتال مع النادي الاهلي من ساعه ما بدا افريقيا. وساعتها الاهلي لو كان خد دوري ابطال افريقيا كان هيبقى اول فريق افريقي ياخد البطوله 3 مرات متتاليه، ولو كان لك ساعتها كان هيصعد كاس العالم، وهيبقى اول فريق صعد كاس عالم 3 مرات متتاليه. وفي السنه دي ابو تريكه خد افضل لاعب في مصر، وكانت بالنسبه له الجائزه الرابعه على التوالي بعد ما خدها عام 2004 و2005 و2006. وفي السنه اللي بعديها 2008 كالعاده يعني الاهلي خد الدوري، وكسب برضه كاس السوبر المصري. وساعتها برضه الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا على القطن الكاميروني 4-2 ذهابا وايابا. وساعتها ابو تريكه ما جابش غير 3 اهداف بس، لانه كان اغلب الماتشات اللي لعبها في افريقيا كان مصاب. وابو تريكه برضه في الموسم ده خد جائزه الBBC لافضل لاعب افريقي بعد حصوله على اكتر من نصف الاصوات بجبروته بسم الله ما شاء الله يعني. وخد ابو تريكه برضه افضل لاعب جوه افريقيا، وترشح لافضل لاعب افريقي في العالم. وتعالى اقول لك بقى هو ترشح مع مين. واللي ترشح مع ابو تريكه ساعتها هو اديبايور ومايكل ايسيان. والله عاوز تعرف مين اللي خدها ساعتها الجائزه دي؟ هو اديبايور. وفي موسم 2009 2010 الاهلي خد كالعاده الدوري المصري، وفي موسم 2009 طلعوا للاسف من دوري ابطال افريقيا. وفي 2010 برضه السنه اللي بعديها طلعوا برضه بس من نصف النهائي، ونسيت اقول لكم يعني اللي قبلها طلعوا من دور 16. وخدها معلومه ليك ان الدوري اللي اتاخد في موسم 2010 كان دوري 37 في تاريخ النادي الاهلي. وفي موسم 2011 ابو تريكه ما لعبش كتير مع النادي الاهلي، يومه بالظبط 15 مباراه بسبب احداث ثوره 25 يناير. وساعتها بسبب الثوره كل البطولات وقفت في مصر كلها. نخش بقى على 2012 وكارثه بورسعيد. وبسبب الحادثه اللي حصلت دي قرر ابو تريكه الاعتزال هو وبركات وعماد متعب. وساعتها ابو تريكه وعماد متعب وبركات رجعوا تاني بعد الاعتزال، وبعد ما رجعوا من الاعتزال باسبوع الدوري المصري توقف، مع ان ابو تريكه لاعب يعتبر نص موسم جاب 4 اجوال في 14 مباراه. ابو تريكه ساعد النادي الاهلي في الموسم ده انه ياخد دوري ابطال افريقيا، وساهم ب6 اهداف في البطوله دي. يوم 14 مايو بالتحديد كانت المباراه الامتع لابو تريكه في افريقيا، كانت امام استاد مالي. تعال اقول لك بقى كانت ممتعه ليه لابو تريكه، لان كانت مباراه الذهاب انتهت ب1-0 استاد مالي، ورجعنا لمباراه الاياب كان برضه كنا مغلوبين 1-0، فكده مجمع المباراتين 2-0. ونزل ابو تريكه في الدقيقه 42 في الشوط الاول، ونخش على طول الشوط الثاني. وتريكا ساعتها انفجر، جاب هاتريك في الماتش وكان اول هاتريك ليه في تاريخه في افريقيا كلها. اول هدف سجله امام استاد مالي كان من ركله حره مباشره رائعه، كانت على بعد 28 يارده متهيألي. اما الهدفين التانيين اللي جابهم ابو تريكا كان في اخر 8 دقائق، والاهلي كسب المباراه وتاهل الاهلي عشان يقابل الزمالك في دور المجموعات. وابو تريكا ساعتها جاب هدف الفوز، وبكده يتاهل للادوار اللي بعد كده. والحمد لله وصلنا النهائي وخدنا البطوله الحمد لله يعني. وساعتها الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه. فتعالى بقى اقول لك ابو تريكه عمل ايه في البطوله دي. في المباراه اللي لعبها ابو تريكه مع النادي الاهلي في كاس العالم كانت امام هيروشيما الياباني، وانتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. وساعتها ابو تريكه هو اللي جاب هدف الفوز، بجانب ان ابو تريكه خد هداف البطوله بجانب ميسي ودينيلسون. وساعتها الاهلي خد مركز رابع، يعني هو ما عملش حاجات كتيره ساعتها في البطوله. وفي الموسم ده ابو تريكه كسب افضل لاعب افريقي داخل القاره
زي ما كسبها في 2006 و2008. وفي بدايه موسم 2013 ابو تريكه انتقل اعاره 6 شهور الى فريق بني ياسر الاماراتي، بسبب انه ما كانش ليه نفس يلعب في مصر بسبب حادثه بورسعيد اللي احنا عارفينها كلها. فكان عايز يغير جو، فقال لك اروح العب بني ياسر شويه هناك وارجع تاني النادي الاهلي. تعال بقى اقول لك ابو تريكه عمل ايه في ال6 شهور اللي قعدهم هناك. ساعتها ابو تريكه اول مباراه يلعبها مع الفريق سجل هدف، بسم الله ما شاء الله، كل ما يروح حته لازم يبصم بصمته معاه. وفي تعالى بقى في البطوله بتاع دوري ابطال الخليج، ساهم الفريق انه ياخد البطوله، وبرضه سجل في نصف النهائي وسجل في النهائي. وابو تريكه ساعتها اول ما رجع من الاعاره الى النادي الاهلي كان اول مباراه يلعبها مع النادي كان امام الزمالك في دور المجموعات في افريقيا، وساعتها انتهت المباراه نتيجه 1-1، وابو تريكه هو اللي كان جايب الهدف. بالهدف اللي سجله ابو تريكه امام الزمالك كان الهدف ال 12 ليه في تاريخه قدام الزمالك. بعد التاني ماتش على طول لعب برضه قدام الزمالك وجاب فيهم هدف، وده كان الهدف ال 13 عشان يعادل رقم تاريخي مع مختار التتش. طبعا اغلبنا عارف يعني مين هو مختار التتش، يعني اللعيبه كلها بتتمرن في الملعب المتسمى باسمه، مش محتاج اتكلم يعني. عشان كده الاهلي يصل الى نصف النهائي بدوري ابطال افريقيا وراح يلاعب القطن الكاميروني، وابو تريكه ساعتها جاب هدف التعادل امام القطن الكاميروني، عشان ساعتها الاهلي اتاهل الى النهائي عشان يقابل اورلاندو بيرتس الجنوب الافريقي. ونروح لمباراه الذهاب، كان ابو تريكه جاب هدف التعادل ساعتها. نخش بقى على مباراه الاياب، افتتحت تسجيل ابو تريكه ساعتها في الماتش وانتهت المباراه ب 2-0 وكسب الاهلي البطوله. بالهدف ده ابو تريكه اصبح جايب 32 هدف في افريقيا، واصبح تاني افضل هداف افريقي في النادي الاهلي بعد الاسطوره محمود الخطيب. ولو ما اتفرجتش على الحلقه بتاعت بيبو فروح اتفرج عليها ودوس على الاي هنا او هنا هتلاقي الحلقه موجوده. السنه دي ترشح لافضل لاعب من الكاف، بس للاسف ما خدهاش، واللي خدها يايا توريه. طب هو لما افضل اسطوره زي دي بعد كل اللي عمله مع النادي، هو ما عملش حاجه مع المنتخب؟ ياه ده عمل كتير، تعال اقول لك عمل ايه. واول مشاركه لابو تريكه مع منتخب مصر كان عام 2001 تحت قياده المدرب العظيم اللي كلنا عارفينه محمود الجوهري، وكان بيشارك معاه كبديل يعني، ما كانش بيلعب كتير يعني. موسم 2003 ابو تريكه لعب ماتش ودي امام ترناندو وتوباجو. لا ايوه دي دوله واحده لو عايز تعرفها، هي اسمها ترناندو وتوباجو. وفي ساعتها المنتخب يعني انا ما اعرفش اصلا الدوله دي اصلا، وانا بدور انا مش فاهم اصلا ايه الدوله دي، انا اول مره اسمع عنها يعني. واعلن ماركو ترديلي ان يضم ابو تريكه للتشكيله الاساسيه ساعتها عشان يخوض مباريات تصفيات كاس عالم 2006. وساعتها ابو تريكه سجل 3 اهداف في التصفيات يعني كلها. وبعديها ابو تريكه لعب كاس افريقيا وساعد ساعتها الفريق، وكان دوره مهم قوي في الفرقه ساعتها. طب هو عمل ايه؟ بص يا سيدي، هو سجل هدفين مع المنتخب وساهم بصناعه هدف ساعتها في نصف النهائي امام السنغال. وساعتها ابو تريكه في ماتش النهائي كانت ركلات ترجيح وكسب البطوله ساعتها، وهو كان ساعتها احرز اخر ضربه جزاء وكسبنا البطوله الحمد لله. كانت المره الخامسه في تاريخ مصر تاخد البطوله. اقول لكم حاجه ظريفه حصلت مع ابو تريكه ساعتها، ان ابو تريكه لما دخل يشوط ضربه الجزاء كان معتقد ان هي مش اخر واحده، فهو كان داخل شاطها وجابها جون، فكان راجع عادي. الاول ملف كده على طول ليه بسم الله ما شاء الله حسام الحضري والناس كلها بتجري عليه، فساعتها اكتشف ان دي اخر كوره وراح يحتفل مع الناس. بطوله 2008 ابو تريكه ساهم مع المنتخب انه ياخد البطوله للمره الثانيه على التوالي. استطاع ساعتها ابو تريكه يحرز 4 اهداف لياخد المركز الثاني في ترتيب هدافين البطوله. كان من اهم اهدافه كان امام الكاميرون بعد خناقه سونج الشهيره هو ومحمد زيدان لو عارفينها يعني. وكان محمد زيدان بقى كان عمال يمسك في سونج، ده يقع فده يقوم فده يقع ويخبط هنا وبتاع، لغايه ما الحمد لله محمد زيدان قام زي الراجل وراح لعبها له، فابو تريكه حط على طول. انت عارف ابو تريكه ما بيجليش قدام الجون. وفي 2009 ابو تريكه راح مع المنتخب كاس القارات وكان معاه مجموعه جباره. تخيل كده يكون معاه مين يعني، تعال اقول لك يا سيدي كان معاه مين. كان معاه يا سيدي ايطاليا والبرازيل والولايات المتحده الامريكيه. وعلى تعرف يعني ان ايطاليا كان ساعتها واخده كاس العالم قبليها يعني. وقدمت مصر في البطوله دي اداء كويس جدا، كانت اول ماتش تلعبه قدام البرازيل وانتهت المباراه بنتيجه 4-3، وكلنا عارفين الماتش ده يعني. ساعتها مصر قدمت اداء عظيم في الماتش ده، وساعتها كان البرازيل معاها نجوم كتيره ونجوم عالميه زي رونالدينهو ورونالدو الظاهره وكاكا وروبرتو كارلوس وناس كتيره يعني. وساعتها ابو تريكه قدم اداء مميز في الماتش بكل الاسماء اللي انا قلتها لك، عمل مساهمه وصنع اسيستين لمحمد زيدان. والصحفي الايطالي العالمي جابرييل ماركوتي قال كلام كبير وعظيم لابو تريكه، فتعالى بقى اقول لك قال ايه يعني.
وساعتها قال ربما يكون اعظم لاعب كرة قدم في تاريخ العالم، ويحمل شهادة بكالوريوس في الفلسفة معلقة على جدار غرفة جلوسه، ويمكن القول انه افضل لاعب كرة قدم على وجه الارض، وهو لا يمارس مهنته في اوروبا او امريكا الجنوبية. الاقل يجعله البقاء في مصر جبانا وغير طموح، ولانه لا يقارن نفسه بافضل لاعبي العالم بشكل منتظم، اما انه يستحق الاعجاب انه ظل مخلصا لوطنه، ساعد بما حققه الى مطاردة بريق وملايين الدوري الانجليزي الممتاز او الدوري الاسباني. معلش كنت بتقمص دور المدرس اللي كان بيدينا عربي زمان، فكنت بقول لكم باللغه العربيه الفصحى يعني. الماتش الثاني بقى لعبت مصر مع ايطاليا، وانتهت بفوز مصر 1-0، وساعتها ابو تريكه هو صنع هدف الفوز في الماتش دوت لزميله محمد حمص. يا حمص. وللاسف مصر طلعت في البطوله دي. انا مكسوف اقول لكم اصلا مصر طلعت من مين يعني، بس هي للاسف طلعت من الولايات المتحده الامريكيه يعني، اللي هي ما عندهاش كره قدم اصلا. انا مش فاهم اصلا انها طلعت ازاي منها. في اواخر 2009 ابو تريكه تعرض للاصابه، وده منعه يلعب ماتشات مع المنتخب المصري في اواخر يونيو، والحمد لله ابو تريكه رجع من الاصابه ورجع يلعب مع مصر تصفيات كاس العالم 2010. وابو تريكه اول ما رجع من الاصابه راح على طول لعب ماتش امام الكونغو الديمقراطيه، وهو برضه اللي جاب هدف الفوز، ومصر كده تأهلت للدور الثالث بعد. وفي الدور الثاني على طول مصر لعبت ماتش ضد الجزائر، بس للاسف خسرنا بنتيجه 3-1، وساعتها ابو تريكه هو اللي كان جايب الهدف. وعاوز تعرف يعني ان مصر في الماتش اللي بعده على طول مع الجزائر كسبته 2-0، وكان على ارض مصر، ومصر لعبت امام رواندا، وابو تريكه ساعتها سجل هدفين، وانتهت المباراه بنتيجه 3-0. وبكده بمجمل الاهداف اللي جابها ابو تريكه في التصفيات جاب 5 اهداف ساعتها. لو عايز تعرف مصر عملت ايه في دور المجموعات، هي واتعادلت هي والجزائر في كل حاجه، في عدد الاهداف في عدد المباريات كل حاجه، فعشان كده اضطروا ان هم يلعبوا مباراه فاصله عشان يعرف مين اللي هيتاهل للدور اللي بعده. وللاسف في المباراه الفاصله بين مصر والجزائر للاسف احنا طلعنا من ساعتها وما تاهلناش، وانتهت المباراه بنتيجه 1-0 للجزائر. هنخش دلوقتي على 2012 ودوره الالعاب الاولمبيه في لندن. وابو تريكه ساعتها في اولمبياد لندن كان من ضمن الثلاث لعيبه من الكبار اللي هم هيروحوا مع المنتخب الاولمبي، وساعتها هو كان كابتن الفريق. تعال بقى اقول لك مجموعه مصر كانت عامله ازاي في الاولمبياد. كان معاها بيلاروسيا والبرازيل ونيوزيلندا، وكانت اول مباراه بين مصر والبرازيل خسرنا للاسف بنتيجه 3-2، وابو تريكه ساعتها جاب هدف. وفي المباراه الثانيه كانت امام نيوزيلندا، وابو تريكه قدر يعمل اسيست لمحمد صلاح، وانتهت المباراه بنتيجه 1-1. في الماتش الثالث بين مصر وبيلاروسيا ابو تريكه ساعتها قدر يجيب هدف ويصنع هدف لمحمد صلاح عشان تخلص المباراه بنتيجه 3-1 لمصر، ونتاهل لربع النهائي. للاسف في ربع النهائي خسرنا المباراه بين اليابان بنتيجه 3-0، والحمد لله طلعنا. وفي سنه 2014 كان ساعتها في تصفيات كاس عالم، فطبعا انت عاوز تعرف ابو تريكه عمل ايه، فاروح اعرف وارجع لك، استناني يا عم. ما بالراحه يا عم، كل ده عشان عايزين نجيب حاجه من بره، لا اله الا الله. بص يا عم انت التاني ابو تريكه ساعتها في التصفيات دي خد تاني افضل هداف في البطوله برصيد 5 اهداف، وعمل 9 تمريرات حاسمه. ويلا يا عم بقى، يلا سلام. في البطوله دي مصر ادت اداء عظيم جدا في البطوله، طلعت بالنقاط كامله في المجموعه ب 18 نقطه، وكسبت كل الماتشات. وساعتها تاهلنا عشان نقابل بسم الله ما شاء الله غانا، وللاسف يعني انا مش عايز اقول يعني اتغلبنا 7-3 في الماتشين يعني. وابو تريكه ساعتها اصبح الهداف التاريخي لمصر في تصفيات كاس العالم يعني، وكان جايب ساعتها 14 هدف. هقول لك دلوقتي ابو تريكه جاب ال 14 هدف فين، وهقول لك كل حاجه دلوقتي. ابو تريكه ساعتها في البطوله دي جاب 6 اهداف، والبطوله اللي فاتت بتاعت 2010 التصفيات ساعتها جاب 5 اهداف، وتصفيات 2006 جاب 3 اهداف. وبعد فشل مصر انها تتاهل كاس العالم 3 مرات على التوالي، ابو تريكه قال لك بس يا باشا احنا هنفضها احسن ومش لاعب تاني، وقرر يعتزل. فتعال بقى اقول لك ابو تريكه اعتزل ازاي. وفي 20 ديسمبر 2013 للاسف ابو تريكه قرر الاعتزال، وساعتها نزل اعتزاله على تويتر ب3 تغريدات. فانا هعرض لك دلوقتي التغريدات بتاعته واقرا براحتك يا باشا. طب لو سمحت اطلع بره عشان نعرض التغريدات. حاضر ماشي. وبعد محاولات عديده من النادي الاهلي ان ترجع في قرار ابو تريكه من الاعتزال، بس للاسف ابو تريكه ساعتها كان مصمم ان هو يعتزل، مش عايز يلعب كره تاني. وكده انتهت اعظم لاعب كره قدم، والله العظيم مفيش حد هيجي زيه تاني كاخلاق وككوره. وبالنسبه لي انا واخده قدوه والله العظيم يعني. يعني انا زعلان والله الواحد زي ده برضه اعتزل يعني. وبس يا سيدي كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، ويا رب تكون عجبتكم. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس، ولو عوزت اي حاجه اتكلم عليها في الكومنتات ان شاء الله. وبس يا سيدي، وبيس، سلام عليكم.